طبعا نعود الى اجواء هذه المباراه. كابتن يوسف، انت ادرى بامور هذا النادي والكره المغربيه، لماذا هذا التراجع في هذا النادي؟ صحيح، ربما بدايه الموسم لم تكن جيده، لكن كانت هناك بعض اصابات اللاعبين كلاعبين اساسيين تقريبا، لكن الفريق دائما يلعب يقدم مباريات جيده، يعني يقدم مستوى جيد، لكن المشكل انه لا يحرز اهداف. يعني ياجور لم يكن يعني في احسن احواله في بدايه الموسم، لكن شفنا المباراه الاخيره بدا يسجل هدف، كذلك غياب بعض اللاعبين يعني مؤثرين في وسط الملعب. خلينا نعطيك فكره فقط على فريق المغرب التطواني، اخر 3 سنوات فاز بالدوري مرتين بلاعبين شباب. يعني المدرب الحالي اللي هو محمد العامي عنده مدرسه، يعني عنده مدرسه جيده. المدرسه هو الشيء الجيد ان اداره النادي دائما تعتمد على القاعده والعمل الفئات الصغرى، تعطيها اهتمام اكبر، ودائما يعتمدون على ابناء النادي. فريق يلعب كرة جميلة، فريق يمتع، فريق اسلوبه او طريقة لعبه، لان حتى المدرب فهو يعني يحب طريقة تيكي تاكا او طريقة البارسا، يعني دائما تمريرات قصيرة والدخول بالكرة، وهذا هو ما يحاول دائما تطبيقه فريق المغرب التطواني. لكن كما قلت هذه البطولة تختلف، صحيح انها ربما ليس قويا ولا يؤدي بشكل جيد في الدوري، لكن هذه مباراة دورة او بطولة مختلفة. يعني هناك أندية كبيرة، ربما يكون هناك حماس، التغلب على كل هذه السلبيات. بطولة أخرى شاهد الموسم الماضي الرجاء عندما وصل إلى النهائي، وكيف تمت الحفاوة والاستقبال والتشجيع وكل هذه الأشياء، فهو يريد كذلك تحقيق هذه الأشياء التي حققها الرجاء، وهذه فرصة لكل هؤلاء اللاعبين. نعم، إذا التحضير من دون شك هذه البطولة مختلف تماما على التحضير في